النهارده بقى كده صحيت من النوم وقررت أعمل لهم حاجة تكون من روايح الزمن الجميل، روايح بقى كده إيه الفرن والخير كده بتاع أمهاتنا والأكلات الجميلة اللي كانت أمهاتنا بتعملها لنا. فقلت كده أنزل السوق كده الصبح بدري وأشوف إيه الخضار اللي موجود في السوق. أنا لقيت بقى كده كوسة، فقلت أعمل كده بقى صينية كوسة زي اللي ماما كانت بتعملها لنا. بصراحة كانت بتبقى ريحتها قلبة الدنيا، والفرن كده كان بيبقى شغال على شوية كده حاجات وبرامات الرز. فقلت كده والله لا اعمل كده يوم من ايام كده زمان الاكلات اللي ماما كانت بتعملها لنا. جبت بقى كده الكوسه زي ما انتم شايفين وقشرتها، وبدات كده اقطع الكوسه بتاعتي. حطوا اللايك بالله عليكم، واللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصل لكم كل اشعار بكل فيديو جديد انزله على قناتي. ما تستخسروش اللايك والاشتراك. زي ما انتم شايفين كده جبت القارب وحطيت كده فيه الكوسة بعد ما قشرتها، وبدأت كده أقطع الكوسة بتاعتي حلقات مدورة. بس أنا بحب الكوسة يكون التقطيع بتاعها يكون تخين شوية. ادي كده الكوسة قطعتها، ويلا بينا كده بعد ما نقطعها بقى كده ايه نديها بقى كده شطفة وغسلة كده ونصفيها كويس جدا. ادي شكلها اهو، وغسلتها وصفتها كويس جدا. وقشرت كده بقى قيمة ايه 3 بصلات 4 على حسب كده الحجم بتاع البصل يكون كبير شوية. وكان عندي أوراق فراخ، فقلت بقى كده إيه أعمل النهاردة صينية الكوسة بالفراخ زي ماما ما كانت بتعملها لنا. جبت بقى كده الوراك بتاعت الفراخ، ولقيت الوراك عندي كان حجمها كبير. جبت كده بقى إيه السكينة وقطعت كده الوراك كده، عملت فيها فتحات. خدت بقى كده ال3 بصلات، بصراحة أنا زودت بصلاية كمان لأن لقيت كمية البصل كانت شوية. جبت كده بقى الكبة وقطعت كده البصل. ممكن تقطعوا البصل جوليان كده بإيديكم، لكن أنا طبعا استخدمت الكبة زي ما انتم عارفين ان انا دايما بقطع البصل في الكبة. قطعت بقى كده كمية البصل جوليان كده زي ما انتم شايفين، وحطيت كده طبعا الوراك انا كنت غسلاها كويس جدا جدا ونقعاها في محلول الخل والملح والليمون، وحط عليها كده شوية دقيق وشوية طحينة. طبعا كلكم عارفين محلول النقع اللي انا دايما بعتمده في يعني الحاجات اللي هي بتاعت الطيور كلها، سواء بط او فراخ او حمام. وحطيت بقى كده الوراك على الكوسة، ونزلت كده بكمية البصل اللي انا قطعتها كده جوليان زي ما انتم شايفين. انا كان عندي توابل من بتاعه ورقة اللحمة اللي انا كنت عاملاها معاكم في فيديو قبل كده. انا حطيت التوابل بتاعتي النهارده على صينيه الكوسه، وبدات كده بقى ايه ادعك كده ودي كده بقى تقليبه للوراك مع الكوسه مع البصل، وافرك كده كله كويس مع بعضه. وهسيبها بقى كده ايه ساعه تشرب من التتبيله كويس جدا جدا. بعد الساعه بقى هوريكم صينيه الكوسه والفراخ هيكون شكلها عامل ازاي. عايزه نقول لكم بقى الخطوه بتاعت التتبيله دي مهمه جدا جدا، وهتفرق معاكم في الطعم. بعد بقى كده ما عدى حوالي ساعتين، انا جبت بقى كده الصينيه اللي انا هعمل فيها صينيه الكوسه بالوراك بتاعه الفراخ النهارده. وبدات كده احط فيها ورق الفويل زي ما انتم شايفين كده، بلف الصينيه كلها بورق الفويل من جميع الاطراف. وادي كمان حطيت اهوت ورقه الزبده، وبرده زي ما انتم شايفين انا فرشتها كده في النص ومن الجناب كمان، علشان انا عايزه اقفل عليها كويس جدا جدا. طبعا يعني انا ماما ما كانتش بتحط بصراحه ورق ألومنيوم ولا ورق زبدة ولا حاجة، كانت بتحط على الصينية كده مباشرة. لكن احنا بقى ايه يعني لازم كده ايه يكون في تغيير شوية كده ايه في الحاجة بتاعتنا. حطيت بقى كده الكوسة والبصل والتوابل كلها اللي انا حطيتها بتاعت ورقة اللحمة. ما عندكيش بقى اللي هي التوابل بتاعت ورقة اللحمة، عندك بقى تحطي ملحك وتحطي فلفلك وتحطي شوية بهارات فراخ على شوية توم باودر بصل باودر. يعني انت بقى بتحطي التوابل اللي تعجبك. وكمان حطيت معلقة من الثوم المهروس، وحطيت كده شوية كده من الزيت. وعلى الوراك كده من على الوش برضو زودت كده شوية من التوابل. وجبت بقى كده عندي معلقتين صلصة كده كبار، عندك طماطم معصورة كده في الخلاط ومضروبة عادي مفيش أي مشكلة. أنا حطيت بقى كده الصلصة، وكان عندي اللي هي المرقة أو الشوربة. ما عندكيش مرقة حطي مية، كده كده الفراخ هتعمل مرقة في صينية الكوسة بتاعتنا. بعد كده ما حطيت ودوبت معلقتين الصلصة الكبار اللي أنا حطيتهم في المرقة، نزلت كده على صينية الكوسة وقفلت عليها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. دخلتها بقى الفرن، وقلت كده بقى ايه نكمل بقى ايه الحلاوة بتاعتنا النهاردة، ونعمل كده برامتين رز كده ندخلهم برضو الفرن. انا النهاردة قلت لكم ان انا هعمل اكل كله من روايح زمان وكده. يعني عايزة نقول لكم والله يعني الخير كده يعني بتحسوا كده بخير كده في البيت بريحة الفرن واكل زمان ده.
أنا جِبت طبعًا الرز وغسلته وعملت كده البرامتين حطيتهم كده زي ما أنتم شايفين، ونزلت كده بوِش اللبن كده على الرز بتاعي، وكمان معلقتين كده من السمنة البلدي. لمّا تيجوا بقى تحطوا برامتين الرز في الفرن، شغّلوا عليها الشواية علشان تاخد الوِش، وبعدين تولّعوا عليها الفرن من تحت. طيب أنا هاكمّل بقى النهارده اليوم العظمة بتاعي ده كده بوِش اللبن اللي عندي. أنا كان عندي كمية وِش لبن كده كنت محوّشاها، فقُلت كده بقى أعمل شوية زبدة كده، وإن شاء الله كده هابقى أسيّحها معاكم في فيديو تاني علشان ما أطوّلش عليكم. أنا هاورّيكم بقى عملت إيه بوِش اللبن ده، وطلّعت منّه خير كده ما شاء الله اللهم بارك هتشوفوا. أنا جِبت الميزانة كده وقُلت أوزن وِش اللبن اللي عندي، لقيته كيلو و600 جرام. فقُلت ما شاء الله كده إيه، يعمل لي كده كمية زبدة هتشوفوا قد إيه. جِبت بقى كده البولة زي ما أنتم شايفين، ونزلت إيه، بكمية وِش اللبن اللي أنتم شايفينها دي. اللبن اللي أنا باستخدمه لبن جاموسي مش لبن بقري، طبعًا هيطلّع لي الزبدة اللي هي البيضا اللي هي الجاموسي، وطبعًا بتكون سعرها غالي جدًا، جدًا، أغلى من الزبدة البقري. حطيتها كده بقى في البولة زي ما أنتم شايفين، وجبت المضرب الكهربائي وبدأت كده أضرب وش اللبن كويس جدًا، جدًا حوالي ربع ساعة. يعني مش اللي هو مثلًا 5 دقايق أو 10 دقايق وتسيبوها، لأ، تتنّكوا بقى كده تضربوا بالمضرب الكهربائي. مش عايزة تستخدمي المضرب الكهربائي ممكن تعملي بإيديكِ، ممكن لو عندِك الكبة ممكن برضه تحطيها في الكبة برضه وتفضلي تضربي كويس جدًا، جدًا حوالي ربع ساعة علشان اللي هو وش اللبن ينزّل المَيّة. والله يا جماعة هو يعني اللي بينزل من وش اللبن دي مش مَيّة، ده بقى كده اللي هو يعني اللبن الزيادة. لمّا نيجي كده بنخرّج وش اللبن أكيد طبعًا وإحنا بنشيل وش اللبن يعني بيطلع معانا لبن، فإحنا طبعًا عايزين نفصل اللبن الزيادة عن اللي هو الزبدة اللي إحنا هنعملها. فزي ما أنتم شايفين كده أنا بدأت كده أضرب بالمضرب الكهربائي كويس جدًا، جدًا حوالي ربع ساعة، لحد كده ما لقيت الزبدة أو وش اللبن بدأ كده يخرّج اللي هو اللبن الزيادة أو المَيّة زي ما بنقول. بعد كده ما ضربتها كويس جدًا، جبت الإسباتيولا كده وبدأت كده أنضّف المضرب الكهربائي بتاعي، وهاقلّب بقى كده كلّه مع بعضه، وهاورّيكم بقى اللي هو اللبن الزيادة أو المَيّة الزيادة اللي طلعت من وش اللبن. بدأت كده بقى كده أكوّرها أهو زي ما أنتم شايفين، ويعني إيه، يعني باضغط عليها كده بإيديّا زي ما أنتم شايفين كده بتنزّل اللبن الزيادة اللي فيها. تخيّلوا بقى اللي هو الكيلو 600 جرام عملوا معايا كمية الزبدة اللي أنتم هتشوفوها في الآخر دي. وده كده بقى اللي هو خير اللبن. يعني إحنا بنجيب الحاجات دي بأسعار غالية جدًا، جدًا، وهي يعني بتتعمل بطريقة سهلة جدًا، جدًا، وكلّها من خير البيت. يعني إحنا بناخد اللبن وبنشربه وبنعمل بيه برامات رز، بنعمل شوية رز بلبن، يعني بنستخدمه في كل حاجة، وفي الآخر كمان بيطلّع لنا الخير اللي أنتم شايفينه ده. بدأت كده أكوّر اللي هو بقى وش اللبن كده اللي هي بقت دلوقتي زبدة، ما بقاش وش لبن، وبدأت كده أكوّره زي ما أنتم شايفين، وبدأت كده أدّي له ضغطتين كده بإيديّا علشان أنزّل اللي هو بقى الإيه، اللبن الزيادة أو المَيّة الزيادة. أهو كده زي ما أنتم شايفين عملتها كِوَر، عايزين بقى تشيلوها صوابع ما فيش أي مشكلة. دي بقى كده الزبدة اللي هي بنشتريها الزبدة الجاموسي. عايزة نقول لكم كمان إن يعني فِرِق معايا جدًا، جدًا، لإن أنا باجيب اللبن بتاعي من واحدة كده مضمونة بتيجي لي كل أسبوع كده البيت، بتيجي لي في أول الأسبوع وفي آخر الأسبوع. بصراحة اللبن بتاعها في منتهى الجمال، علشان كده طلّع لي الزبدة يعني كويسة. فأنتم كمان لمّا تيجوا تشتروا اللبن وهتعملوا منه زبدة لازم تكونوا جايبين اللبن من حد مضمون. زي ما أنتم شايفين ما شاء الله عمل معايا الكمية اللي أنتم شايفينها دي. أنا وزنتها برضه بعد ما عملتها لقيتها يعني أنا كنت وزناها يعني قبل الضرب وكده كانت كيلو 600 جرام. أنا يعني هي نزلت بس 100 جرام لأن هي ما نزلتش مية كتير أو طلعت لبن كتير. ده كده بقى اللي هو الزيادة اللي طلعت مننا. ده بقى كده مش بنرميه ولا بنكبه ولا أي حاجة، ده بقى نعمل بيه شوية قرص فلاحي، نعمل بيه شوية رقاق طري، يعني كله بصراحة كده من خير البيت النهاردة. وحاجة كده بقى من روايح زمان، وافتكرت أمي والحاجات اللي هي كانت بتعملها لنا. بصوا شايفين شكل الزبدة وشايفين بقى اللي خرج منها. اهو كده جبت بقى الميزانة علشان أشوف بعد ما يعني عملتها بالمضرب الكهربائي طلعت معايا قد إيه. هي طلعت نفس الكمية يعني ما فرقتش حاجة، إلا هما ال100 جرام اللي طلعوا الكوباية اللي انتوا شايفينها دي.
يلا بينا كده بقى ايه نشوف برامتين الرز اللي احنا دخلناهم خرجوا من الفرن. عايزه نقول لكم ريحه البيت والله يا جماعه مقلوبه، يعني حرفيا الريحه، يعني كل كده اللي بيبقى طالع على السلم، يعني انا ولادي طالعين من بره بيقولوا لي ريحه البيت، يعني ريحه العماره مقلوبه. ادي كده برامتين الرز. بصوا شايفين بقى كده الوش بتاع برامات الرز ده كده ليه؟ علشان انا شغلت عليها الشوايه قبل ما ارفع عليها النار من تحت. انا بقى كنت حاطه صينيه الكوسه بالفراخ على البوتاجاز من فوق كده، اديها كده غلوتين كده ثلاثه زي ما انتم شايفين. بصوا شايفين يعني هي استوت وزي الفل مفيش اي حاجه. خدت بقى كده من الصوص اللي نازل منها، حطيت كده على وش الوراك زي ما انتم شايفين. طلعت الوراك بصراحه دايبه دوب، وصينيه الكوسه دايبه دوب. والله يا جماعه الحاجات دي يعني بنشتاق لها، يعني الحاجات بقى اللي هي البسيطه، الحاجات اللي هي امهاتنا كانت بتعملها لنا. يعني كل واحد كده يعني بيبقى ليه ذكريات كده بيبقى عايز يفتكرها، فانتوا اعملوا كده الحاجة اللي تفكركم بريحة وخير زمان. ادي بصوا اخدت كده من الصوص كده زي ما انتوا شايفين، ونزلت كده على الوراك بتاعتي اهو. بصوا شايفين يعني هي تقريبا كده الوراك مستوية وزي الفل، وكمان الكوسة. طبعا انا ما زودتش وانا بحط الصلصة، يعني اللي هي شوربة كتير، علشان كده كده اصلا الكوسة بتنزل مية. ادي كده صينيه الكوسه اهي كمان خرجت من الفرن. بصوا شايفين الشكل والجمال، وادي برامتين الرز، وادي الزبده عملتها معاكم حاجه كده ما شاء الله اللهم بارك. يبقى انا كده عملت لكم يوم من روايح وخير زمان. بصوا شايفين الاكل وشايفين الجمال وبرامات الرز، ويعني صينيه الكوسه بالفراخ، وادي الزبده بتاعتنا حاجه كده ما شاء الله اللهم بارك. وادي كمان الحاجات اللي احنا هنعمل بيها ان شاء الله شويه رقاق طري. يلا بينا بقى كده نجيب اطباق التقديم ونقدم الاكل بتاعنا. وده كده بقى كانت وصفة النهاردة، ان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله كده تجربوها وتعملوا كده يوم زي اللي انا عملته علشان نحس بريحة وخير زمان. دي بصوا شايفين الرز طالع مفرفر، ويعني عايزة نقول لكم الريحة بتاعته في منتهى الجمال ما شاء الله اللهم بارك. ان شاء الله حبايب قلبي تجربوا الوصفة بتاعتي وتطلع كمان احسن مما انا قلت لكم عليها. حطوا بقى كده اللايك للفيديو، واللي مش مشترك في القناة يشترك ويفعل زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصل لكم كل إشعار بكل فيديو جديد أنزله على قناتي. يلا يا جماعة بالله عليكم ما تستخسروش فيا اللايك والاشتراك. تنيش كمان في دعوة حلوة كده من قلوبكم. مع السلامة، هتوحشوني.